السلام عليكم، معاكم جنى. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. عايزه اقول لكم بكون مبسوطه جدا جدا وانا بعمل فيديو لكم وبصوره لكم. اليوم اللي بيعدي من غير ما اصور لكم فيديو بحس ان في حاجه ناقصاني. ربنا يخليكم ليا زي ما كمان بتكبروا بخاطري. ربنا يكبر بخاطركم ويخلي ايامكم كلها في فرح وسعد وهنا. عارفين كلمه صغيره قد كده بتفرق معايا وبترفع كمان من روحي المعنويه. ربنا كمان يخليكوا ليا يا رب كده وما تحرمش منكم، ودايما واقفين في ظهري وواقفين جنبي ومشجعين بتاعنا او الراعي الرسمي لكل الدنيا او كل العالم في شهر رمضان. الطعمية والفول في السحور دي اساس عندنا، وربنا يا رب كده ما يقطعهاش عادة. وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم في هنا وسعادة، وربنا يرزق كل واحدة بتتمنى حاجة ان شاء الله تطلع من رمضان وهي تكون حققت امنيتها. اللهم امين. هنعمل النهارده مع بعض طريقه عمل الفول الدميس وعجينه الطعميه بطريقه سهله وبسيطه وما فيهاش كمان اي افتكاسات. هتطلع معاكي ناجحه والفول هيطلع معاكي ناجح من اول مره. والطريقه دي انا جايباها من واحد كان فاتح مطعم وبيعمل الفول والعجينه. وكمان هقول لكم ازاي يطلع معاكم الفول مش اسود، ازاي يطلع معاكم لونه حلو، وكمان العجينه ازاي تطلع معاكم الطعميه بطعميتها ما تفرش معاكم في الزيت وتطلع معاكم متماسكه. كل ده هنعرفها في فيديو واحد. بينا نخش على الفيديو ونشوف مقاديرنا. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الجمال، يا صباح التفاؤل، يا صباح الامل، يا صباح الطاقه الايجابيه، يا صباح كل حاجه حلوه على عينكم اللي زي العسل. النهارده بقى يوم جديد، فيديو جديد. بس قبل ما نشوف الفيديو بتاعنا يا ريت لو انتوا لسه جديد على القناه وما اشتركتوش انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم في هنا وسعاده. يا رب يجي شهر البركه وانتم في اسعد حال. يا رب يجي شهر الخير وانتوا ولا تشتكي من مرض ولا حزن ولا هم. اللهم امين. يا رب يجي لا فاقدين ولا مفقودين. الراعي الرسمي للسحور او الراعي الرسمي لكل بيت في السحور في رمضان. بصوا هنعمل مع بعض الفول الدميس وهنعمل مع بعض عجينة الطعمية. كل بيت ما بيستغناش عنهم في ايه في رمضان في السحور. هنعملهم بطريقة سهلة وبسيطة. انا رحت جبت نص كيلو من الفول الدميس اللي احنا هنعمله ونص كيلو من الفول المدشوش اللي العجينه. تمام. جبتهم، هو النص بيتهيألي يا ب 18 يا ب 20 مش فاكره عشان كنت بجيب حاجات ايه تانية معاه. هسيبهم ليله كامله كده ايه على الرخامه، وهو تاني يوم هنشوف هنعمل فيهم ايه. زي ما انتم شايفين انا سبتهم ليله كامله، يعني يا دوب عملتهم بالليل نقعتهم في الميه وصحيت الدور كده ايه عملتهم اشتغلت فيهم. اول حاجه انا هروح كده على الحوض هشطف الفول المدشوش واصفي منه كمان الميه. لازم تدعكيه كده تحت الميه كانك بتدعكي رز عشان بيكون ايه يعني الميه بتاعته ما بتروش بسهوله. واركنه على جنب. الاول هنشتغل في الفول بقى الدميس عشان بياخد وقت شويه، فما ينفعش نعمل عجينه يعني ايه ونسيبها نسيبها على الرخامه لحد ما الفول يستوي. فهنعمل الاول الصعب وبعد كده ايه نعمل السهل. ادري في الفول او مكونات في الفول: معلقه صغيره من الكركم، طماطمايه متوسطه، معلقه كبيره من العدس، ليمونايه كبيره، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وكوبايه اللي هي الكوبايه اللي انت شفتها المج العاديه دي، كوبايه من الفول المدشوش. هي دي مكوناتنا، ولا رز ولا اللهم صل وسلم اللي هو الغله بتاع البليله ولا الكلام ده خالص. عايزه اقول لكم كان الفول طعمه حلو جدا جدا، ولا اسود ولا اي حاجه. في ناس بقى هتقول لي طب هو بيسود مننا ليه؟ هقول لكم دلوقتي نزلت الفول كده في الفواله. الفواله دي مش بتاعتي، دي بتاعت حمات اختي. حطيته كده في قلب الفواله ونزلت كده غطيت الفول بالميه، وبعد كده بنزل بمكوناته كلها، وبعد كده ايه هرفعه على النار. لي هو ليه بيسود؟ هقول لكم انا يا جماعه حطيت الليمونه الاول حطيتها سليمه ما فتحتهاش ولا اي حاجه. في ناس هتقول لي مش هيمرر، لا ده بيدي طعم وريحه ويخلي ريحه الفول كده وطعمه جميل جدا. حطيته على النار ومخليه النار عاليه. اول ما هيغلي هبتدي ان انا اوطي فيه. بصوا يا جماعه انا الاول جربت السنه اللي فاتت لما كنت بعمل الفول جربته في الحله، ودلوقتي انا جربته في الفواله. لاحظت ان الحله بتخلي الفول يسود، لكن الفواله بيفضل محتفظ بلونه لحد اخر ما تخلصي خالص ان الفول معاكي يستوي. زي ما انتم شايفين شكل الفول ولون الميه، ولا اسودت ولا الفوله اسودت ولا الجلده بتاعتها او القشره بتاعتها نشفت، لا ده بالعكس اللون الميه بتاع الفول جميل زي ما انت بتجيبيه من بره. وكمان الفوله بتاعتك لونها حلو ما اسودتش. شايفين بيتهرس على طول معايا بكل سهوله.
الفوله كهرمان، عايزه اقول لكم دقته كان جميل واطعم كمان ما كنت عاملاه السنه اللي فاتت. الفواله فرقت معايا جدا في الفول. دخلنا بقى كده عشان نعمل بقى عجينه الطعميه، ونسيب الفول لحد كده ما يبرد عشان ايه نحطه في الاكياس ما تشوش نشف معايا او اتصفى من الميه. عندي مكوناتي، اول حاجه عندي بصلايه صغيره، وعندي 3 فصوص من الثوم، وعندي شويه من اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد من الكرات، وشويه كمان من الكزبره. تمام. طب يا ام جانا قد ايه؟ يعني في حدود عود من الكرات وعود من الكزبره. طب لو انت اوعي تكتري كرات، لو كترت الكرات هيسود معانا العجينه. تمام. طيب والبصله فايدتها ايه؟ البصله بتدي طعم، وكمان لو زودت البصل هتخلي البصله تعمل ميه معاكي في العجينه، وتكون ميه اما تيجي تعمليها بايدك كده عشان تحطها في الزيت مش هتلاقيها ماسكه معاكي. تمام. التوم برضو ده عامل كبير لان بيدي طعم للعجينه، وبيدي طعم وبيدي ريحه كمان حلوه. هي دي مقاديرنا: الكرات والكزبره والبصل والثوم بس، مفيش اي حاجه تانية خالص. لا مفيش حاجه تانية خالص. بتسال هو ليه العجينه فرشت منها، هي ليه العجينه نشفت منها، هي ليه العجينه اسودت من جوه ما كانتش خضره؟ كل ده انت ما مشيتيش على المقادير مظبوطه. امشي ان شاء الله تطلع معاكي ناجحه وحلوه جدا. وكل ده انت هتشوفوه، كمان هجرب معاكم العجينه بعد ما نعملها وهتشوفوا كمان انتوا بنفسكم. اهم حاجه حزمه من دي وحزمه من دي، يعني عودين كده، وما تكتريش في الحاجه، لان لو كترت في الكرات هيسودها، لو كترت كمان في البصله هتعمل ميه في العجينه. جبت الكبه دي وبدات ان انا انزل بالمكونات دي كلها. الكبه دي بتاعت حمات اختي، يعني يعتبر الفيديو كله برعايه حمات اختي. تمام. ما بعوز حاجه بروح اجيبها من عندها. ببتدي افرمها كده. ولو بص يا جماعه لو ما لقيتهاش مشيت معاكي في المفرمه، ابتدي خدي كده نص كوبايه من الميه واعملي فيها. تمام. كل شويه عماله ايه اقوم رايحه جايه فاتحه كده غطا الكبه، واجيب المعلقه وابتدي ان انا انزل اللي في الجناب عشان كلها تتفرم ايه كلها مع بعض اهو. وبدات ان انا ازود كده شويه بشويه من الميه. بس اوعي تزودي ميه كتير هتلاقيها مرقه مش هتقدري ان انت تعالجيها. كل سنه وانت طيبه لو باظت معاكي. تمام. اهو زي ما انتم شايفين كده عماله اقلب فيها كده بالمعلقه من تحت لفوق، عشان لو لقيت فوله من تحت مثلا ما اتفرمتش كويس تتفرم اهو. كله كده انا هعمله بنفس الطريقه. زي ما انتم شايفين لون العجينه موحد، بيتكلم عن نفسه بصراحه. هبتدي بقى جبت كده طبق وابتدي ان انا انزل خليط العجينه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي 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 هي نيه، امال بقى وهي كده مستويه. زي ما انتم شايفين كده هبتدي بقى ان انا انزل كله في قلب الطبق. هبتدي ان انا اعمل برضو مره كمان معاكم، وبعد كده هكمل بقيه المقدار ايه لوحدي اهو. هحط كده شويه، وبعد كده هبتدي ان انا اشغل بقى الكبه بتاعتي. عايزه اقول لكم كانت بتجيب لي الشلل، يعني اتعاملت معاها بالعافيه بصراحه، بس والله انجزتني وكتر خيرهم بصراحه. بدات ان انا اشغل الزرار بعد ما خلصت الكميه كلها بقى. هبتدي ان انا انزل بقى العجينه بتاعتي في قلب الطبق اهو. اي حاجه في السكينه او في السلاح بتاع المفرمه لازم انزله، لان كل حاجه خساره. واحنا عارفين ان بتهيألي 5 طعميات بقت ب5 جنيه، قليل خالص لو لقيت الناس بتعمل الطعميه الصغيره. خلاص كده ببتدي ان انا انزل اي حاجه في الكبه بتاعتي. هنا بقى لو لقيتها بقى خشنه يا مجنة، لو انا لقيتها خشنه اعمل ايه؟ هتفرمها وش تاني، يعني كده مش هتكون مرقه او كده مش هتكون سايله. لا بالعكس، كل ما بتفرميها كل ما الطعم بتاعها بيكون حلو، وكل ما هتبقى معاكي ناعمه. خلاص كده تمام. فرمتها دي تاني مره افرمها اهو. وخلاص كده تمام. خلصت بقى كده كميه العجينه بتاعتي جميله انت وهي. زي ما انتم شايفين بقى العجينه كده، كميه العجينه معايا بقت جاهزه، بقت 10 على 10. ابتدي بقى هعمل كده خطوه صغيره، والخطوه دي او التكيه دي اللي هتودي معايا الطعميه في حته تانية. ايه هي بقى؟ ابتدي اجيب المعلقه وابتدي ان انا ارب العجينه. الربه دي بتخليها معايا هشه، وكمان بتخليها قب معايا في الزيت. هتشوفوا دلوقتي بعد كده ما قلبتها كده تقليبه كويسه اهي زي ما انتم شايفين. ولونها بقى اخضر، مهاش اخضر قوي فاقع، لا خضره حلوه، ولا هي مسوده ولا اي حاجه، لا اكنك جايباها من عند بتاع الفول، بس ده انضف كمان. وكمان قلت ايه اجرب معاكم كمان واحده. مسكت كده العجينه وحطيتها على ايدي وبدات ان انا اعمل كده ايد لايد، لقيتها متماسكه في ايدي ولا فيها اي حاجه. عسل وسكر. شايفين الشكل عامل ازاي؟ اول حاجه بقى كمان عندي الفول معايا برد. هبتدي ان انا بقى اجيب
اكياس التلاجة عشان بقى نفرزه مع بعض، عشان نبقى نعمله مع بعض ان شاء الله في سحور رمضان. كل سنة وانتم طيبين. هركن العجينه على جنب وابتدي ان انا احط الفول في اكياس تلاجة. انا نزلت رحت جبت اكياس تلاجة اللي هي بتاعه الفول، وبدات بقى ان احنا نعمل كده مع بعض. في اكياس للفول يا جماعه، يعني ما تجيبش اللي هو الكيس اللي هو كيلو او نص، لا، وفي كمان الربع. الكيس ده بياخد ربع كيلو من الفول. هنا بقى جبت طبق كده صغير، وقلت ايه اخد منه كده ايه معلقتين ثلاثه، يعني ايه في حدود كده يعملوني كده 5 طعميات، وركنتهم كده على جنب. ابتدي بقى ان انا اعمل كده بقى العجينه الاول، وبعد كده هنعمل بقى الفول. انت بقى في اللي انت عايزاه، عايزه العجينه تكون كتير، عايزه العجينه تكون صغيره، انت اللي بتاكلي محدش بياكل غيرك. ما تقوليش مثلا ام جانا عملت العجينه مثلا في كيس واحد يبقى لازم اعملها في كيس واحد، لا، انت دي حاجه بتاعتك انت. انا عامله مثلا في حدود 6 اكياس من العجين، لان انا لوحدي، يعني يا دوب شويه اللي في الكيس دول هيبسطوني. اهو قربت لكم كمان الكاميرا عشان تشوفوا من قريب، شايفين شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله، الله اكبر، عسل عسل عسل. كده العجينه كلها في 6 اكياس، يعني نص كيلو عمل لي 6 اكياس محترمين. وبدات ان انا كده افرده في قلب الكيس واطلع الهواء فيه. الهواء ده لو فضل فيه هيخلي طعم العجينه متغيره وانت بتاكلي. فحاولي على قد ما تقدري ان انت تفضي الهواء خالص، عشان يفضل الطعميه طعمها ما يتغيرش اما تيجي تقليها لحد اخر كيس. خلاص بقى كده الاول العجينه، نبتدي بقى نعمل بقى الفول. بسم الله ما شاء الله، شايفين اللون عامل ازاي؟ تحفه، عجبنا قوي قوي قوي. ولو الكرنيب عشان نعمل الشغل الجامد اللي هو بتاع ايه، بتاع الفول والطعميه، جبته كده وقلبتهم. شايفين لون الفول عامل ازاي؟ تحفه، الله الله الله. شايفين الفوليه حتى من جوه بيضه وجميله ازاي؟ عسل عسل عسل. الحاجات الحلوه اللي انت بتعملها لنا دي يا ام جنى، عايزه اقول لكم الحاجه في البيت نظيفه جدا جدا. هو ممكن تكون تعب مجهود، يعني مثلا انت زي ما الناس بتقول شراء العبد ولا تربيته، احنا نشتري حاجه بدل ما نربي، بس انت بتشتريها طعم وبتعمليها في البيت طعم تاني خالص. جبت بقى كوبايه برضو لزوم الشغل، احنا بنعمل اي حاجه. وابتدي ان انا البس كده الكيس في قلب الكوبايه، واجيب بقى الكرنيب. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. اهو زي ما انتم شايفين كده، انا بعمل الكميه اللي انا هاكلها. انت هتعملي ازاي؟ اعملي الكميه اللي انت بتاكليها، مش اللي انا بعملها. لا، انا مثلا بحط مثلا كرنب في مثلا في الكيس، انت ممكن تحطي كرنبين لو انت في عيله، لو انتوا مثلا ناس كتير، فدي بتاعتك انت. فالكرنب ده بيبسطني، يعني شويه دول يبسطوني، وممكن كمان يفيد مني انا وبنتي. ابتدي برضو اعمل معاكم كمان مره. اهو ببتدي ان انا البس الكيس كده في الكوبايه، وابتدي ان انا احط. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. ايه الحاجات دي يا ام جنى؟ انت المفروض تفتحي مطعم بقى، كل حاجه انت بتعملها لنا روحي افتحي مطعم. فتحت مطعم هقعد كل الناس اللي بتشتغل في المحلات في البيت. شايفين العسل؟ بدأت بقى ان انا هعمل بقى الكمية كلها كده وارجع. هي 7 اكياس من الفول الدميس، وعملت عجينة 6 اكياس. عايزة اقول لكم حاجات حلوة جدا جدا جدا. ايه العسل ده؟ وبدأت بقى ان انا اربط كده الاكياس بتاعتي، وكده انا مش هسيب منظره كده برضو من فوق. هجيب المقص واقطع ايه بقى بوز كده الكيس من ايه من فوق مع بعض، الفول الدميس وعجينة الطعمية. عايزة اقول لكم ان الفيديو ده صورته عمل معايا 28 دقيقة، على ما قطعت منه وظبطت خليته في حدود 15 ل 16 دقيقة، والحمد لله على كده. رصيت بقى الفول كده على جنب والعجينة، وبدأت ان انا بقى اجيب المقص وابتدي ان انا اقص كده ايه العجينة من فوق عشان تدي شكل حلو كده. يعني شايفين العسل؟ شايفين الحلاوة؟ هنعمل ايه بقى؟ هجيب بقى العجينة اللي احنا ركناها على جنب عشان نختبرها برضو مع بعض. في ناس هتقول لي انت اللي انت بتقولي ده كلام وخلاص، واحنا ايش ضمننا الحاجات اللي انت بتعملها دي؟ العجينه ما تفرش، العجينه ما تكونش ناشفه في الزيت، مش عارف ايه الكلام ده. فانا عايزه اقول على عينك يا تاجر، كل حاجه تشوفوها في فيديو واحد، بدل مثلا اعمل الحاجات دي في السحور، لا، قلت كل حاجه تتعمل معاكم في فيديو واحد. جبت شويه كده من العجينه، واخد كده شويه من البيكنج باودر لو عندك اللي هي الكربونات، وخدي كده شعره ما كانش عندي، واخد كمان شويه من الكمون وشويه كمان من الكزبره وشعره صغيره من الملح. وكمان ان العجينه اللي انتوا شايفينها في الاكياس دي انا ما حطيتش عليها اي توابل خالص. لازم ما تيجي تحط التوابل في نفس الوقت اللي انت هتستخدميها وهي تحط
تحطيها على النار. طب ليه؟ لو انا حطيت المكونات دي او التوابل دي وحطيتها في الفريزر، اول حاجه طعمها يتغير، تاني حاجه هتسودي معاكي. تمام؟ يعني اللي انا جيت استخدمه حطيت عليه التوابل دلوقتي. عملت كده في حدود العجينه دي، عملت معايا 5 طعميات زي ما انتم شايفين شكل الطعميه عامله ازاي، ومدوره ومكبره كمان الطعميايه. انت كمان لو صغرتها عن كده هتعمل معاك 10 طعميات. شايفين بقى الجمال؟ عايزه اقول لكم الريحه تحفه جدا. بنتي كانت بتقول لي يا ماما انت بتحمر لنا كفته بالليل كده؟ قلت لها لا ده عجينه طعميه. بتقول لي بجد؟ قلت لها اه. كانت مبسوطه جدا. زي ما انتم شايفين عليت ازاي كأنك بتعملي كيكه. الربه اللي انت شفتها دي هي دي العامل الاساسي في عجينه الطعميه. شايفين اللون العسل؟ شايفين الذهبي ده؟ قربت لكم كمان الكاميرا. شايفين من جوه عامله ازاي مستويه؟ وكمان هفتح الطعميه قدامكم عشان تشوفوا قد ايه من جوه خضره ما اسودتش. وزي ما انتم شايفين اهي القرص بقرصته او الطعميه بطعميتها، ولا فرشت ولا نفشت في الزيت ولا اي حاجه. كده الطعميه قلنا بقى ندوق مع بعض. عايزه اقول لكم بمسك الطعميه مش عارفه امسكها لانها سخنه، وفتحناها كده من جوه. شايفين اللون موحد من جوه عامل ازاي اخضر، والطعم حلو قوي 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 كتير قوي. عايزه اقول لكم يا جماعه مش عيب ان انتوا مثلا تستفيدوا مني، او انتوا مثلا لو بتعملوا حاجه بطريقه او انا بعمل حاجه غلط وانتوا تقولوا عليها، عادي ان احنا نستفيد من بعض وانتوا تستفيدوا مني. الواحد بيموت وهو يعني لحد ما يموت وهو بيتعلم زي ما احنا عارفين كده. ودي كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم وقدرت افيدكم حتى لو بمعلومه بسيطه. دمتم في رعايه الله وحفظ الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم، وكل سنه وانتم طيبين. مع السلامه.